قناة الأردن تحييكم وإليكم النشرة الجوية اليوم السبت. المملكة تتأثر بعدم استقرار جوي وسط تحذيرات من السيول والرياح القوي. تكون المملكة اليوم السبت تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس مائلا قليلا للدفء في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق على فترات. وفي ساعات المساء والليل تزداد كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن خطر تشكل العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها. ويطرأ يوم غد الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أجزاء من مناطق جنوب وشرق المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح غربية عدلة السرعة تنشط أحيانا. ويكون الطقس الاثنين باردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. ويبقى الطقس الثلاثاء باردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين من 21 إلى 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان من 19 إلى 10، وفي البحر الميت من 26 إلى 14، وفي خليج العقبة من 27 إلى 15 درجة مئوية.